بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علم النحو هو العلم الذي يدرس أواخر الكلمات وما ينتابها من أحوال. هل نقول خالد أم خالدا أم خالد؟ ما فائدة ذلك؟ فائدته أن نفهم الكلام. مثلا مدح خالد أحمدا ومدح خالدا أحمد، كل واحدة من هاتين الجملتين معناها يختلف عن الأخرى. مدح خالد أحمد فأحمد هو الممدوح وخالد مادح، ومدح خالدا أحمد فخالد هو الممدوح وأحمد هو المادح. لا تذهبون إلى السوق ولا تذهبوا إلى السوق، كل جملة من هاتين الجملتين لها معنى يختلف عن الآخر. فجملة لا تذهبون إلى السوق هي خبر، وجملة لا تذهبوا إلى السوق نهي، ينهانا عن أن نذهب إلى السوق. لهذا أنا يجب أن أعرف قواعد النحو حتى إذا تكلمت لا أقول كلاما يعطي معنى مختلفا عما أريد، وإذا سمعت كلاما فلا أفهم منه معنى غير الذي يريده صاحبه. فلو سمعنا قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كيف نعرف من الذي يخشى من؟ الضمة التي على كلمة العلماء والفتحة التي على كلمة الله هي التي ستخبرنا من الذي يخشى. هناك بعض القواعد التي إذا فهمناها سنضبط أكثر ما يتعلق بعلم النحو. الجملة في اللغة العربية أول كلمة منها اسم، وقد تكون أول كلمة منها فعل، فالتي أولها فعل مثل صلى، يصلي، صلي، هذه نسميها جملة فعلية. والتي أول كلمة فيها اسم مثل بيت، علي، سفينة، هذه نسميها جملة اسمية. طيب سؤال: هل كلمة ساجد اسم أم فعل؟ كل كلمة يمكن أن تضيف في آخرها تنوينا فهي اسم. ساجد يمكن أن أضيف إليها التنوين فتصبح ساجد، إذن هي اسم. البيت لا يمكن أن أضيف إليها التنوين. هناك قاعدة ثانية: كل كلمة يمكن أن نضيف قبلها إلى فهذه اسم. فيمكن أن أقول إلى البيت، فالبيت اسم. سجد لا يمكن أن أضيف لها تنوين، لا يمكن أن أقول سجد، ولا يمكن أن أضيف قبلها إلى سجد، فعند ذلك هي ليست اسما. الجملة الاسمية في أولها يوجد اسم، فما إعراب هذا الاسم؟ إعرابه مبتدأ وحكمه الرفع. فمثلا كلمة محمد، بدأت الجملة بقول محمد، ما إعرابها؟ مبتدأ، ما حكمها؟ الرفع، محمد. طيب إذا قلت لك محمد أنت ستقول ماذا تريد أن تقول عنه؟ أخبرني عنه، ما باله؟ فستنتظر مني أن أكمل الجملة، أن أخبرك عنه، فأقول لك محمد رسول. هنا أنا أخبرت عنه بكلمة رسول. رسول هي اسم ولا فعل؟ عليها تنوين، إذن هي اسم. ماذا أعربها؟ أعربها خبر، أنا أخبرت عن محمد بأنه رسول، فهي خبر. وما حكمها الإعرابي؟ الرفع، فعليها ضمة، فهي محمد رسول. كل جملة مثل محمد رحيم، محمد رسول، الله غفور، الجنة جميلة، الصلاة فرض، كلها إعرابها مبتدأ وخبر، وحكمها الرفع للمبتدأ وللخبر. طبعا عندما يكون هناك تنوين نقول ضمة. وهكذا يبقى المبتدأ والخبر حكمه الرفع إلا أن يأتي الناصب. النصاب قد ينصب على القريب، وقد ينصب على البعيد، وقد ينصب على القريب والبعيد. وكذلك أدوات النصب، أحيانا تنصب على القريب اللي هو المبتدأ، وأحيانا تنصب البعيد، وأحيانا تنصب القريب والبعيد، المبتدأ والخبر. الذي ينصب القريب هم عائلة إن وأخواتها، إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل، هذه كأنها عائلة تنصب على أقربائها، تنصب على القريب، على المبتدأ. فإذا قلنا القمر جميل، إذا جاء قبلها ناصب من أخوات إن سيصبح إن القمر جميل. القمر كنا نعربه مبتدأ مرفوع، أصبح هنا منصوبا ووضعنا له فتحة. إن القمر جميل، أن القمر جميل، كأن القمر جميل، لكن القمر جميل. فأخوات إن ينصبن القريب، ينصبن المبتدأ. وهناك عائلة أخرى اختصاصها النصب على البعيد، تنصب الخبر، وهي عائلة كان. فجملة القمر جميل نضع قبلها كان، تصبح كان القمر جميلا.
الذي نصب هو الخبر، صار عليه فتحة بدل الضمة. وأشهر أفراد هذه العائلة كان وأصبح وظل وليس. أصبح القمر جميلا، ظل القمر جميلا، صار القمر جميلا.